في هذه الكلمة الموجزة أريد إن شاء الله تعالى أن أصف تلك الأحاديث التي وقعت في منى وراح ضحيتها عدد من الحجاج. نسأل الله تعالى أن يتقبلهم شهداء من عنده. هذه الحادثة مأساوية وقعت في شارع 204. بداية القصة، أنا قبل أن أصف الحادثة ولله الحمد مرشد مع الحجاج منذ 10 سنوات، وتنعرف منى وأزقة منى. جئنا بعد أن بتنا في مزدلفة، خرجنا بعد صلاة الصبح من مزدلفة وجئنا إلى اتجاه شارع 204. جئنا في سوق العرب. قبل ما وصلنا 204 كاين الزناقي على اليمين اللي تدينا ل 204. حنا الزنقة اللي خصنا ندخلوا منها مع المجموعة غلطنا وفتناها، وقال لي بعض الحجاج، بعض المرشدين اللي كانوا معايا، راه فتنا الزنقة. قلت لي لا إشكال إن شاء الله تعالى نمروا للزنقة اللي جاية من بعد وندخلوا منها. وهذا من حفظ الله ومن عناية الله سبحانه وتعالى أننا تجاوزنا هذا المكان اللي خصنا ندوروا فيه وفتناه المكان الثاني. هذا التجاوز كان بعناية من الله سبحانه وتعالى ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فلما تجاوزنا ومشينا للزنقة الأخرى، هذاك التجاوز كله تجاوزنا فيه المكان الذي وقعت فيه الحادثة برحمة من الله عز وجل وفضله. فدخلنا المخيم ديالنا بعدما جينا من فوق. المخيم ديالنا هو 85 مغرب سياحة. بعدما دخلنا المخيم ب10 دقائق أو 14 دقيقة كلمني بعض الناس أن الناس يدخلوا المخيم سخفانين. فخرجت فوجدت الناس غلقوا المخيم، وخرجت أنا من الشباك، خرجت من الشباك وبديت تنجري. فوقفت على الحادث مباشرة، فوجدت يعني أكوام من البشر، شي واقف وميت، شي يطيح فوق شي جبال، وشي يطيح في الأرض ميت، عدد هائل. الحادث وقع في تقاطع 204 حتى شي واحد يجزم بسبب من الأسباب، إلا أن الناس كثير من الناس ما تيخافوش الله عز وجل وتيتكلموا بلا علم وبلا بينة، ولا يعلمون أن الله عز وجل قال ستكتب شهادتهم ويسألون. وقال الله عز وجل إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فكثير من الناس رووا روايات لا أساس لها من الصحة استنادا لما سمعوه، لكن الحقيقة كاين رجوع من الجمرات عند التقاطع. شكون هاد الناس اللي راجعين؟ الله أعلم بهم. كاين وجود أفارقة كثر في المنطقة قبل وقوع الحادثة. واحد المرشد الديني أعرفه من الشيوخ الثقات طل على المنطقة قبل وقوع الحادثة، وجد فيها جيش نتاع الأفارقة الكحل قبل ما توقع الحادثة. فوقعت الحادثة بقضاء الله عز وجل وقدره، إلا أن كثرة الموتى وأعداد الأموات وطريقة الموت، الوقوف، شي وقف ميت وشي طيح على شي، هذا العدد الهائل نتاع الموتى يعني تيدل على أنه ماشي التزاحم لوحده فقط. وربما قد يكون الناس شموا شي حاجة، لأن هذا كثير. لو كان تزاحم فقط تموت 100 واحد 200 واحد 300 واحد، لكن فوق 1000 هذا فيه أمور. السلطات السعودية في الحقيقة إلى الآن لا زالت التحريات لم تدلي بشيء رسمي وبتحقيقات رسمية. قاع اللي تتلقاه في الإعلام وكلام الناس لم يبنى على الصحيح، لا زالوا هم في التحقيقات. فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يعني يكون الخبر خيرا إن شاء الله سبحانه وتعالى. المهم قضية لما جاءوا الإنقاذ وجاءوا الإسعاف وجاءت المروحية وجاءوا رجال الأمن وجاءوا العسكر، بغيت نبين بعض الحقائق اللي مهمة جدا.
اولا تيجيو هما تيقلبوا تلقاو الانسان ميت تيخليوه، تيحرصوا كل الحرص بشهادتي وبأم عيني انهم تيشوفوا الانسان ميت تيخليوه، تيمشيو تيقلبوا وسط الناس على الناس اللي باقي فيهم الروح، بغاش ينقذوا ما استطاعوا من الارواح. في الحقيقه كانت صعوبه شديده انك تجبد واحد الانسان حي وسط الكون تاع البشر، فتنبغيو نجبدوا شي حد ساعد في الانقاذ ما استطعت، والامر مهون. وهذيك الليله ما نعستش لاني شفت هذا المنظر العجيب، تنحاول نقدو شي حد تنجبدو، تنبغي تقطع يدو، مشدودين الناس على بعضياتهم، منظر مفجع وأليم وأليم وأليم. ناس تحت الأنقاض نتاع البشر تسمع التكبير وتسمع لا إله إلا الله، نسأل الله تعالى أن يتقبلهم شهداء. كثير من الناس يقولوا راه مر أمير من هذيك المنطقة، هذا لا أساس له من الصحة، لا أمير ولا حتى حاجة من هذه الأمور أبدا. ما كاين حتى شي امير ولا جيش امير. جينا احنا من مزدلفه وديما تنمروا من هذه المنطقه كل عام، سوق العرب الى 204. السلطات السعوديه تتقوم بداك الشيء اللي تتقوم به كل عام. كل منطقه تنلقاو فوق هذوك الرافعات تيوقفوا رجال الامن وتيوجهوا الناس لهذا الطريق، الطريقه اللي تيسير به دائما موكب الحاجز صار به. ما كاين لا امير ولا نجزموا انه كاين فعل فاعل ايرانيين وهذه الامور الله اعلم، الا ان العدد القتلى وطريقه باش ماتوا الناس هذا يعني فيه يعني بعض علامات الاستفهام. ان شاء الله عز وجل الايام القادمه غادي تبين كل شيء. فايضا بالنسبه للجثث، اشلاء الجثث، ما كانتش الرافعات كي تدعيو كثير من الناس ان جوه التراكسات وتيهزوا البشر وتيلحوا في الكميت، هذا لا اساس له من الصحه. من 9 صباحا الى العصر كان انقاذ الاحياء، كان لانقاذ الناس اللي باقي فيهم الحياه. من العصر الى 10 ليلا كان جات الفريقوات والكاميوت وتيهزوا فيهم الناس الاموات، والناس الاموات كنا مستفينهم تعاون الحجاج مع رجال الامن، مستفينهم قدام المخيم ديالهم. كان الاموات مستفين في الشارع 204 حتى قربوا تقريبا الكوبري اللي في الطريق اللي تمشوا للجمرات بعد 85 مخيم 85 اللي فيه المغرب السياحه. فلما جاوا الكاميونات تيهزوا الناس وتيهزوا معادن، ما كاين لا تركسات ولا شيء من هذه الامور. حكم تجربتي هذه، انا حاج مغربي مرشد، تجربتي 10 سنوات تنجي مع الحجاج. الامور يعني في الحج تتسير كيف ما كانت، ما كاين لا زياده وما كاين لا نقصان وما كاين لا اخلال. الناس قاموا بواجبهم كما كانوا يقومون. قدر الله عز وجل هذه الحادثه اما بفعل فاعل او بغير ذلك، نسال الله تعالى ان يتقبل من الجميع وان يرحم الجميع وان يكتبهم شهداء من عنده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فانه يبعث يوم القيامه ملبيا، هنيئا لهم كتب الله لهم الشهادة بعدما وقفوا بعرفات وباتوا بالمزدلفة. وإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله وكيف يستعمله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. فنسأل الله تعالى أن يتقبلهم ونرجو لهم إن شاء الله أنهم ماتوا على خاتمة حسنة.